كيكة الجزر أو كاروت كيك مع أحلى صوص كريمي. ويلا نبدأ وصفتنا النهاردة. ولو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة. وأول حاجة في وصفتنا النهاردة محضرة هنا 3 بيضات، ويفضل يكون كل المكونات بدرجة حرارة الغرفة. هضيف عليها أكيد فانيليا، وكمان هنضيف عليها كوباية من السكر العادي. بعد كده هناخدهم ونضربهم كويس قوي بمضرب الكهرباء لحد ما لونهم يبدأ يغير للشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا عايزه لونهم يبقى فاتح كده. هضيف عليهم كمان نص كوبايه من الحليب اللي هو اللبن، ونص كوبايه من الزيت النباتي، ممكن نستبدله بالزبده لو تحبين. هنضربه تاني كويس قوي بمضرب الكهرباء. وبعد كده هنضيف عليها من 2 ل 3 جزره مبشور او حوالي كوبايه من الجزر المبشور. وهضيف عليها كمان عين الجمل قطعته صغير بالشكل ده، ممكن نفرمه اكتر لو مش بنحبه يبقى واضح. وبحب كمان اضيف عليها قوي معلقه من القرفه المطحونه ونص معلقه صغيره من الجنزبيل المطحون، بيدوها طعم حلو قوي. كوبايتين من الدقيق العادي، وكمان اكيد رشه الملح، ومش هننسى معلقه من البيكنج باودر مليانه كده او كيس بيكنج باودر. بعد كده هبدا اقلب كل المكونات دي مع بعض بالسباتيولا عادي، مش هنحتاج خلاص المضرب الكهرباء. هنقلبهم كده بالشكل ده لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا هتشوفوه ده القوام المظبوط. كده خلاص الكيكه بتاعتنا جاهزه تدخل الفرن. محضره هنا قالب دهنته طبعا بالسمنه، وممكن كمان ندهنه بالطحينه بيطلع حلو قوي. هضيف فيه كل الخليط اللي احنا حضرناه وهنسويه طبعا كويس قوي. بعد كده ممكن نستخدم قالب مقاس 26 او 28 زي ما تحبوا. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 الرف وسط، هتاخد من 40 ل 45 دقيقة بالكتير. ولما تخرج هنسيبها تبرد تماما. وهنبدأ دلوقتي في تحضير الصوص الكريمي بتاعنا. هنا محضرة 30 جرام من الزبدة، حوالي 30 جرام من الزبدة، ويفضل تكون بدرجة حرارة الغرفة. وكمان هنضيف عليها علبة من الجبنة كريمي، حجمها حوالي 150 جرام، أي نوع جبنة كريمي بتفضلوها. كوباية من السكر البودرة. وهناخد كل ده نضربه كويس قوي بمضرب الكهرباء لحد ما يبقى كريمي بالشكل ده. هضيف عليه بعد كده باكت من الكريم شانتيه، اي نوع بقى بتحبوه او متوفر عندكم. كمان هنضيف اكيد نص كوبايه من نص ربع كوبايه حسب اللي مكتوب على العلبه بتاعتنا من الحليب يكون ساقع. هنضربهم كويس جدا كله مع بعضه لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده القوام المظبوط بتاع الكريمه بتاعتنا النهارده. الكيك بعد ما خرجت ريحتها خطيرة، هسيبها تبرد تماما. وبعد كده هبدأ اوزع عليها الصوص اللي احنا حضرناه. الصوص ده طبعا بعد ما بنعمله بنحطه في التلاجة لحد ما الكيك تبرد. هوزعه طبعا، حطوا الكمية اللي تحبوها، انا حطيت كل الكمية، بحبها متغرقة كده من الصوص ده. وبعد كده اخر حاجة بحب اعملها رشة من عين الجمل المبشورة على الوش، وزينوها زي ما تحبوا وقدموها خطيرة، مش محتاجة تدخل التلاجة. جربوها ومتأكدة هتحبوها وتعجبكم.